بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله طالعين نقدم جرعة مهمة جدا جدا للحمام بتاعنا. رافع مناعة، هتزود الخصوبة عندك، هتزود وزن الحمام بتاعك، زائد ان هي لها مفعول قوي جدا مع الزغاليل بتاعتنا، هتزود الانتاج عندك، هتخلي الحمام المريح يبدا يشتغل تاني ويزيد في الانتاج. لو الحمام عندك ما بيبيضش لازم تجيب المكون ده من العطار، باذن الله هيخلي الحمام عندك من تاني يوم او تالت يوم يبدا ان هو يشتغل في الانتاج. يعني مش هتحتاج لاي ادويه ولا اي تحصينات في الفتره اللي جايه دي. ب5 جنيه جنزبيل. هنشوف دلوقتي طريقه تحضيره، بس قبل ما نتكلم على طريقه تحضيره هنتكلم على الفوائد بتاعته العظيمه. بالنسبه للحمام بتاعنا الجنزبيل مهم جدا جدا ان احنا لازم نقدمه للحمام بتاعنا عشان نحافظ عليه من الامراض البكتيريه، الامراض الفيروسيه. لان من اهم فوائد الجنزبيل يا جماعه بيساعد على حرق الدهون ومعالجه الاناث المتشحمه، والدهون دي طبعا اللي هي بتعوق عمليه الانتاج او تعوق عمليه البيض. لازم ان انا اعمل حرق للدهون، طبعا مش هلاقي احسن من الجنزبيل في حرق الدهون. منشط جنسي للذكور ويساعد على زياده الحيوانات المنويه. يعني لو انا بدور على المنشطات الجنسيه في حاله خمول عند الذكوره بتاعتنا، يبقى انا محتاج لمنشط جنسي للحمام بتاعنا او للذكور عامه. مش هلاقي البيض اللي هو الرايق، هلاقي البيض بتاعنا باستمرار يبقى مكثف. يعمل على تنشيط البويضات لدى الاناث، وده مهم جدا جدا في زياده الانتاج عندنا. منشط عام ويعمل على تقويه الجهاز المناعي. طبعا جهاز المناعه لو عندنا قوي هيعمل كحائط صد ضد الامراض الفيروسيه اللي هي زي الروشه، الامراض البكتيريه اللي هي بتبقى اهمها السالمونيلا اللي بتقلب معانا هزه وبعد كده بتضيع مننا موسم الانتاج. طارد قوي جدا للديدان. لو في ديدان مش هيبقى فيه انتاج. احنا عارفين طبعا من اهم مسببات اعاقه الانتاج اللي هي بيكون فيه ديدان خاصه عند الاناث. لو ما فيش ديدان هيبقى فيه انتاج مستمر باذن الله. فمهم جدا ان انا لازم استخدم الجنزبيل للحمام بتاعنا. يعالج حالات عسر الهضم. ساعات بنلاقي طبعا حالات عسر الهضم، تحجر الحويصله اللي هي بتبقى عند الحمام او عند الزغاليل خاصه، هتختفي تماما عند استخدامك الجنزبيل. طارد قوي جدا للسموم ومنشط للدوره الدمويه. منشط للدوره الدمويه بنحتاجها طبعا عشان يعمل سيوله في الدم. التجلطات اللي هي بتيجي نتيجه الفيروس اللي هو النيوكاسل، ده طبعا بيعمل تجلطات في الدم. فلو الدوره الدمويه شغاله عند الفرد بتاعنا كويس مش هيتصاب باي حاله من حالات الروشه. السموم اللي هي بتيجي نتيجه الكلفه الملوثه، المواد الحافظه اللي هي بتتحط على الكلفه لازم يستخدم مضادات السموم. مضادات السموم طبعا احنا عارفين ان هي بتبقى غاليه اذا كانت بيطري او اذا كانت بشري. مطهر للحنجره والقصبه الهوائيه، ومهم جدا ان انا لازم اطهر القصبه الهوائيه، خاصه ان الحمام ساعات بيجيله كنكر اللي هو الكنكر اللي بيبقى في القصبه الهوائيه او الديدان اللي هي بتصيب الفرد بتاعنا. محتاج ان انا لازم اطهر الحنجره والقصبه الهوائيه من خلال الجنزبيل اللي انا بستخدمه للحمام بتاعنا. مضاد للامساك والاسهال ويعمل على اخراج الزرق بصوره طبيعيه. مش هلاقي اي نوع من الاسهالات او اي نوع من الامساك لو انا استخدمت الجنزبيل للحمام. مضاد للزكام ونزلات البرد والسعال والرشح اللي هي بتيجي نتيجه الرطوبه العاليه نتيجه تيارات الهواء بيصيب الفرد بتاعنا، فان شاء الله الجنزبيل بيقضي عليها تماما. مطهر للحويصله ويعمل كفاتح شهيه للطعام ويساعد على الهضم اللي احنا لسه متكلمين عليها، عسر الهضم. طبعا بنلاقي فيه برضو حاله من حالات الكسل عند الحمام بتاعنا اثناء ما بنكلف كده للحمام. بنلاقي الحمام غير مقبل على الطعام رغم ان هو غير مريض. لازم ان احنا نستخدم فاتح شهيه للحمام بتاعنا. مش هلاقي برضو اقوى من الجنزبيل كفاتح شهيه. هيتبقى بقى معانا طريقه تحضيره. طريقه تحضيره سهله وبسيطه جدا. ممكن ان انا لو احط فردي بالنسبه للحمام هحط ما يقارب ربع معلقه شاي اللي هي الصغيره من الجنزبيل، واسيبها حوالي نص ساعه وابدا اقدمها للحمام داخل السلاكه اذا كان فردي. اذا كان جماعي ممكن ان انا برضو اجيب حوالي لتر كده واحط عليه معلقتين صغيرين من الجنزبيل اللي هي معلقه الشاي، وابدا اسيبها برضو نص ساعه واقدمها جماعي للحمام. وما ننساش طبعا ان احنا نقدمها مره واحده بس في الاسبوع بالنسبه للحمام. الطريقه الثالثه هي ان انا ممكن اجيب حوالي لتر ميه احط عليه ما يعادل معلقه شاي برضو صغيره من الجنزبيل واسيبها ان هي تغلي. بعد ما تبرد ممكن ان انا اخفها برضو ب 2 لتر ميه، احطها على 2 لتر ميه واقدمها للحمام بتاعنا. ما ننساش طبعا ان احنا لازم نعطش الحمام بتاعنا ما يقارب لمده 4 ساعات، وبعد كده بنقدم له العشبه او العلاج اللي احنا هنقدمه للحمام عشان يستفاد باكبر قدر من العشبه او العلاج اللي انا بقدمه للحمام بتاعنا. مره واحده بس في الاسبوع صدقني هتغنيك عن كل الادويه والتحصينات اللي انت بتحتاجها طوال فصل الشتاء او اذا كان في فصل الصيف. زائد كمان ان هي هتساعدك في زياده الانتاج
ممكن ان انا برضو اقدمها على الكلفه معلقه كبيره على كل 5 كيلو كلفه، واعفر بيها الكلفه بتاعتي واسيبها باستمرار. اذا كنت باكل كيلو او 2 كيلو او 3 كيلو، الكلفه بتاعتك على 5 كيلو بتحط عليها معلقه من الجنزبيل ده وعفر بيها الكلفه. صدقني الحاجات دي كلها هي اللي هتشغل عندك الانتاج وهتساعدك في زياده الانتاج. الحاجات اللي هي بتحرق الدهون، الحاجات اللي هي بتحافظ على الحمام بتاعنا من الامراض اللي هي بتبقى منتشره في تغيير الفصول من الفصل الشتاء لفصل الصيف او من الصيف للشتاء. فدي حاجات مهمه جدا ان احنا لازم نستخدمها، وحاجات بسيطه ممكن انك انت ما تحتاجش لاي ادويه تشتريها اذا كانت غاليه، بتساعد في الانتاج او بتساعد في علاج الحمام بتاعنا او بدق الحمام بتاعنا من اي امراض بتبقى منتشره زي ما انا قلت كده في اي فصل من الفصول. اسف جدا على الاطاله في الفيديو، يا رب كده اكون قدرت اقدم ماده مفيده لحضراتكم. ما تنسوناش بقى في نهايه الفيديو باللايك والشير واشتراككم في القناه، ويا ريت تفعل زر الجرس لتصلك كل فيديوهاتي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.